كده الوش والظهر. هنعمل كردون. هنيجي هنا 3 سم حته صغيره الظهر، 3 سم الناحيه الثانيه. طبعا انا هرمي حاجه واحده بس عشان التصوير. بالمره هنعمل القعده. طبعا القعده الوحيده اللي انا عملتها للطنه عشان ممكن تحط كرتون. هنقط القعده الناحيه الثانيه. احنا كده هنشتغل في القعده والوش. طبعا كل شغلي انا على الظهر. في ناس بتشتغل على الوش، لكن ما تاخد حريه تشتغل على الظهر على الوش. انا عن نفسي كل شغلي على الظهر. دي وصله بتاعت الكردون بتبقى على الحرفين. في اخ عزيز شفت على الفيديو بتاعه بيعمل وصله في النص كده، ملهاش لازمه. الحرف ده اللي عايزه، الوش في الوش. بثبت الوصله الاول، العرض بتاعي انا شغال دايما 2.5 او 3 سم. هنا هي ثابته، دايره متحركه. عند الدوران بهدي. ايد ثابته يا اخوانا، اليمين ثابته، الشمال متحركه. هنا مهم جدا نهايه كردون، حط المقص كده وقص. فرمطوره بشد الوصله ديت جامد، لازم تكون مخنوقه، لازم تكون مخنوقه. هنا الموز عامل ازاي؟ مفيش فرق، واشيل الزياده. كده خلصنا القعده، وبعد كده هنشتغل في الوش. طبعا عشان بس تكون معانا في الصوره، هنا في قاعده عشان الكردون ما يضايقنيش. هنا في قاعده ما ينفعش الكردون يوصل للاخر، لا، انا عامل هنا فتحه صغيره ومدخل فيها الكردون. ده زي برضك الجيب. عرفنا ليه الفتحه؟ ما ينفعش الكردون يفضل للاخر. الفتحه بتاعتي هدخل الكردون سنتي، سنتي ونص، 2 سنتي فرمطوره. انا لو حسيت الخامه ناشفه شويه، نقطه زيت، نقطه، عشان ما تصعبش معايا. اخلي بالي اي عائق زي مثلا اليد كده بخليها تحت ومشدوده كده عشان ممكن تخيط معايا. لا، يبقى هنا دورت عشان ما ينفعش يكون مربع من فوق، عملت دوران من فوق. طبعا الفكره واضحه، ممكن نكبر او نصغر بنفس الفكره. خلصنا الوش، نعمله في الوش، هنعمله في الظهر. كده عملنا الوش والظهر كردون، وعملنا القعده كردون. مهم جدا يا اخوانا ان انا المرحله اللي قبليها بشرح المرحله اللي قبليها وبعد كده اللي بعديها، عشان يكون في ربط بين الفيديو وبين المشاهد. بعد كده هنشتغل في مرحله السلسله اللي هي 37 9.5. طبعا عدد 2. اول حاجه سلسله يعني مكان سوستة. هنتني هنا، هنسرع شويه، هنشوف الحرفيه بتاعه الخبره.
طبعا هو ده شغل الانتاج. انا بحاول انقل صوره مصغره من ورشه، كيان ورشه. هنا بطيء شويه عشان التعليم. خلصنا سلسله تاني الحرف عرض الدواس، وبعد كده السوستة. معلومه بحب اكررها مره واثنين وثلاثه وعشرة. انا معايا سوستة ربما يكون فيها مشكله. السوستة المشكله بعد تركيب السوستة يبقى فيه مشكله، الافضل بركب جرار ونشوف اختبار للسوستة بسيط. سليمه ابتدي ارمي السوستة. عيد تاني. هنا الدواس خابط في بروز بتاع السوستة، عامل لي مسطره يعني خط ملتزم بيه. فالماسوره انا مش بشد، مجرد ساند فقط، بسند اهو. خلصت بالمقص اشيل الزياده. الناحيه الثانيه على نفس الحرف ابتدي اخيط. مفيش ضغط خالص على الخامه. السحب ده سحب مكنه، مجرد ساند. هنا كل ما يكون الخامه قريب من السوستة افضل، يعني نص سنتي فقط. كده خلصنا السلسله. هنا عشان كبيره شويه محتاجين 2 جرار. اتنين جرار طبعا نفس الشكل، نفس الشكل. لو في مشكله كده بدايه بشيلها، وبعدين فتحه صغيره في فتحتين، فتحه بركب الفتحتين النص وامسك بايدي الناحيه الثانيه وازق الجرار. الناحيه الثانيه لو في زياده بشيلها كده. طبعا ساعات بيحصل فيه اعاقه بسيطه جدا، مفيش مشكله اهو. ركبنا الجرار، اهم حاجه ما يكونش فيه فرق بين الجرار وبعض. ده الجمدان عندي 18 18، يعني انا مبسوط اللي هو 18 في 18 عشان ما احتارش كده ولا كده. 18 في عرض السلسله. لو في يبقى كان عرض السلسله 9 ونص 9 ونص مع السوستة بحمد الله تعالى. مهم جدا يكون عرض السلسله. طيب الطريقه الجديده اللي اعملها اول مره اعملها، هنا اعمل حليه في الجنب. نجرب التجربه، ربما تنجح او تفشل. طبعا واخدين بالنا ان في حاجات بسيطه جدا مش زيت، عشان حاسس ان المكنه يعني ناشفه شويه. هنشيل الزياده هنا.
الجبان بتاعي. عشان اول مره حاسس ان انا محتار شويه. اول مره يا اخوانا في تاريخ المهنه اعمل حليه في الجنب، فانا بقول ممكن تنجح وممكن تفشل. اكون صادق معاكم، نجحت قدامكم، فشلت قدامكم. انا متعمد لو في اي خطا اثناء الفيديو ما بمسحش الفيديو، بخليه عشان كلنا نتعلم. الهدف من كل الفيديوهات ديت التعليم. بعد كده هنكفت بالمنظر ده. انا عايز اقل مسافه البين هنا، يا دوب اقل من نص سنتي. يا رب تكون الفكره عجبتكم. اكرر ثاني، اول مره اعمل حلي تجميع في الجنب. طبعا كان المفروض هنا حلقه، انا لغيت الحلقه عشان الشنطه كبيره شويه. خلصت كده. بعد كده طبعا مهم جدا اقط، وفي قطه باينه اهي، ولكن عشان الناس في قطه والناحيه الثانيه في قطه. طيب المفروض اغير الدواس. كده يا اخوانا عملنا الجمدان. يبقى ان شاء الله يكون في تنسيق بين الحليه ديت والجنب. اكرر تاني، اول مره في تاريخي المهني اعمل حليه في الجنب. ايه رايك يا استاذ مصطفى في الحليه ديت؟ حاسس ان هي مرسومه مع نصبر شويه ونشوف بعد ما تخلص. حاسس ان هي رد عليها في التصميم. نخلص ونشوف المنظر العام بتاع الشنطه. هنسيب حاجات بسيطه ونخيط في الماسوره، مش شد عادي، تقفيل عادي. اخلي بالنا يا اخوانا ممكن هنا تبقى العكس، لا انا اخليها براحتها كده، غلط، براحتها اهو. اي عاق عندي لو طلعت بره شويه الجمدان مش هيحصل حاجه. هنا الحمد لله تعالى قطع القطه مظبوط، يعني المسافه اللي انا طلعت بيها هنا اطلع بيها في الظهر. اللي عملته في الوش اعمله في الظهر. البدايه بس، ممكن بعد كده نوقف الفيديو. طبعا مفيش اتجاه سوستة لان في 2 جرار. لو جرار واحد يبقى في وش وظهر، في وش وظهر عشان اتجاه الجرار. الناحيه الثانيه نفس المسافه اللي سبتها هنا اسيبها هنا. اي عطا وانا شغال. لو سبت مسافه هنا يعني نص سنتي زياده بره مش مشكله، مش هيأثر حاجه ان شاء الله. اقطع القطه الحمد لله كويس ماشي.
كده خلصنا 3/4 الشنطة. كده أهم مرحلة في الشنطة اللي هو داير الشنطة 117 إيطالي. الداير بتاعه هوت. أول حاجة أحط هنا عشان أجيب علامة النص، وبعد كده السوسة تركب بطريقة معينة بالشكل ده، النص على النص اهو. بعد كده ابتدي اعلم. طيب كده اصبح السوسته جاهزه. السوسته هتبقى بطول الداير، تمام. طيب هسيب الداير كده واجيب قطعه حوالي 8 سم وهنتنيها الراس في الراس الاول، وبعدين ممكن نتني الحرف ده وهنتني الحرف ده. دي عشان السوسته. طبعا لازم اركب جرار الاول. طبعا الجرار بتاعي ده التيست، جرار التيست اسيبه واجيب الجرار بتاعي اللي هو نفس الشكل. مهم جدا يا اخوانا، لازم اركب الجرار الاول. هنا وصل السوسته هنخيطها، وهنا جمعنا على سنتي، وبعد كده عملنا كفت. هنا بقى نبتدي نشتغل في السوسته. العلام بتاعي واضح اهو، تمام. هبتدي اخيط هنا. فرمطوره هنا العلام بتاعه مش ماشي على العلام بتاعي. الجرار يا اخوانا ما تشالش، اوعى حد يشيل الجرار. بعد كده ابتدي بقى اخيط. ده كله طول السوسته. كده انا وصلت بدايه السوسته في الميل. اخيط عليها واسيبها زياده حوالي 5-6 سم.
اشيل الزياده. بعد كده افتح السوسته، وبعدين اكسر السوسته كده بالشكل دوت وخيط. الناحيه الثانيه افتح السوسته، اخيط في البدايه وعندي العلامه اهو. يا رب يكون باين في التصوير. ادي ماشي علامه، وافتح السوسته في نفس الوقت. وبعدين بعد كده اخيط السوسته عدل. دي اهم مرحله في الشنطه. طبعا انا بحاول اخدها حوالي 5 سم، وبعد كده قبل النهايه نطلع السوسته هنا سنتي كده وامشي عليه على المكنه. حلاوه السوسته البلاستيك يا اخوانا اللي هي ممكن امشي على المكنه. للاسف المطلوب خلص للاسف. كده لقمنا الابره الفتله كده خالص. هنكمل. طبعا يا اخوانا اتعمدت اعيد عشان الحته دي مهمه جدا جدا. الداير بتاع السوسته. احنا ممكن نقيس السوسته نشوفها كام سنتي ونقطع السوسته تبقى جاهزه. مش مشكله، ادي شنطه واحده فخليت السوسته في التوب واشتغلت بيها. في نقطه برضك حبيت اقولها بس اخلص بس كده. الزياده بتاعتي اللي هي 5 سم، وبعد كده بتني كده وامشي على السوسته. وبقول حالات السوسته بلاستيك اللي ممكن المكنه تمشي على السوسته بس. كده خلصت الداير. خلصت الداير. هنا جمعت التفت. انا ممكن بعد كده يبقى هنا اجمع مع الوصله ديت، يعني اخليها هنا واجمع عليها واقفت عليها بدل المنظر دوت. هنشوف الداير شكله عامل ازاي. ممكن نيجي يا استاذ مصطفى ونشوفها. ده اهم جزء اللي ورا دوت. ادي منظر الداير بتاعي.
كده خلصنا الداير. طبعا في ظهر في وش، زي مثلا كده نهايه السوسته او بدايه السوسته في الظهر. ده الظهر. الظهر هنعمل فيه كاردون. تمام. يبقى احنا هنعمل ادي البدايه، هنعمل وصله، الكاردون بتاعنا، عرض الدواس، وعادي خالص بنرمي كاردون عادي خالص، مفيش اي مشكله. حبيت بس اطمن على الكاردون في مشكله، الحمد لله مفيش مشكله. هنيجي نهاية الكاردون او بدايه ونقص. شيل الزياده. كده خلصنا كاردون مسافة واحدة. كده خلصنا الداير، خلصنا الشنطة. هنركب الداير في الشنطة. طبعا هي القاعدة مع الظهر، هنركب الاثنين كده، والنص او القطة مع القطة مع نفس عرض دواس او نفس دواس الكاردون، وابتدي المفروض يكون قطة هنا، للأسف ما عملتش قطة، ولكن هنشتغل نتمنى يكون مظبوط. اطمن واشوف الاخبار، اشد من تحت، كل شويه بطمن بشوف المسافه عامله ايه. الحمد لله نتائج مبشره ان شاء الله. طبعا يا اخوانا اي شنطه بعملها وفي نتائج كويسه بكون فرحان فعلا، بكون فرحان اللي معلومه وصلكم اولا. تاني حاجه ان المنتج اللي بعمله ما فيهوش اي مشاكل. خلصت الداير. خلصت الداير بتاعي
فين القعده؟ ما ننساش مكان القعده، وادي مكان الظهر او مكان القعده. بعد كده المرحله الثانيه نعمل قطه هنا. طيب معلش اعمل قطه هنا عشان نشوف شغلي صح ولا غلط. جالنا ملاش. هنا النص بتاعي. نص. وابتدي. طيب معلش ثانيتين بالظبط وراجع لك. انا عايز بس اقول لكم اللي انا بعمل اختبار لاي شنطه بعملها مع نفسي واحاول وممكن افشل. ممكن افشل. اوريكم اللي انا فشلت قبل كده. اي نعم انا فشلت قبل كده. طبعا كل التجربه في الشنطه العينه. كل التجربه في الشنطه العينه. انا عملت اسطمبة قاعده وعملت قاعده وعملتها كاردون. لقيتها صغيره. لقيتها صغيره. اضطريت اكبر حوالي سنتي داير. لما نشوف بين هنا وهنا حوالي نص سنتي طول وحوالي نص سنتي عرض. يعني يا اخوانا شيء طبيعي مع الخبره بتاعتي وطول مده المهنه اللي ممكن الانسان يفشل في حاجه. عشان اقول لكم اوصل لكم رساله: لا يأس مع الحياه. انت تعمل شنطه اول مره لازم تتعب فيها شويه. ادي دليل ان طه موسى ممكن يفشل. انا اتعمدت احتفظ بالاسطمبه بتاعتي ديت وبالقعده ديت. عملت قعده كبيره شويه. برضك مع كده بتمنى يكون شغلي امام الكاميرا مظبوط. ادي قطع وابتدي اخيط. ايه الاختبار بتاعنا الحمد لله تعالى؟ استاذ مصطفى قرب هنا كده. بحمد ربنا ان القطه على القطه. معنى كده ان شغلي مظبوط. انا دايما يا اخوانا دايما بحط نفسي في الاختبار، دائره الاختبار، حتى لا ياخذني غرور. والغرور مدمر. بحمد تعالى كده الشنطة خلصت. وافضل الواحد انه يحط لنفسه في دائرة الاختبار. الشنطة خلصت. نبتدي نقلب الشنطة. نفتح سوستة. مهم جدا برضه طريقة القلب. بضرب ايدي كده بزق كردون. الناحية التانية بزق كردون واطلع جسم الشنطة. ما استعجلش. الحمد لله تعالى بق الشنطة واسع فما فيش مشكلة. أهم حاجة أصغر الكردون بتاع القعدة.
بوزع الكردون بتاع الحاجز. نقفل الشنطة. بعد كده ادي طول الشنطة. طيب نحاول نقيس الشنطة شوف قد ايه. بالكردون هنا، بالكردون هنا. طول الشنطة حوالي 59 سم أو 60 سم. 59 سم. طب الشنطة هنا لوحدها كام؟ حوالي 31 سم. الزيادة قد إيه؟ الزيادة حوالي 29 سم أو 28 سم. طبعا مع التفصيل في مكان الكردون سنتي وسنتي. طيب يبقى احنا شنطة ممكن طولها كده أثناء السفر. لو شنطة صغيرة بقفل بالشكل ده. طبعا بخدم بإيدي كده عشان أعرف أقفلها. شوف بخدم بإيدي إزاي. كده قفلت، يعني مثلا كده قفلت، ولكن انا مدي زياده دي عشان يبقى الزياده. طيب كده الشنطه خلصت، ولكن هنرجع تاني. اتفقنا مع عرض الصوره او تصوير الشنطه لازم الشنطه تتحشي. هنرجع لكم بعد حشو الشنطه. ادي الشنطه يا اخوانا بعد الحشو. طبعا الحشو بيظهر جمال الشنطه. الحشو بيظهر جمال الشنطه. طبعا الشنطه ما عملتهاش بيد كبيره، ممكن تتشال. طبعا الشنطه تقيله. عيد تاني، الشنطه نفس مقاسات الشنطه المحمله، نفس المقاسات. كده خلصنا من الشنطه. يا رب يكون المنتج عجبكم وخدنا فكره جديده، معلومه جديده. والى اللقاء في معلومه اخرى ومنتج اخر.